صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده يا ست الكل هعمل لك الكبده الاسكندراني بابسط واسهل طريقه، علشان طبعا بمناسبه عيد الاضحى المبارك، كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. بس في بدايه الفيديو كده هوريكي بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها مع بعض على القناه، وهسيب لك اللينكات في صندوق الوصف. بس قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب والوصف المميز. طبعا يا جماعة تشاركوا الفيديو ده بين أصدقائكم علشان تعم الفايدة للجميع. ويلا بينا على الفيديو السهل البسيط اللي هتقوم تعمليه حالا. مبدئيا كده أنا معايا كيلو ونص من الكبدة الفريش. دي كبدة يا جماعة فريش من عند الجزار. هتبدأي تحطيها في التلاجة بس ساعتين كده علشان تسهل تتقطع معاكي. مش أول ما تشتريها على طول وهي سخنة تروحي تقطعيها، ليه؟ لأنها تتعبك. وفي بعض الناس يا جماعة بتجمدها في الفريزر حوالي ساعتين كده عشان تقطع معاها بمنتهى السهولة. بس أنا مش بصراحة مش حابة أجمدها، أنا حابة أسيبها فريش زي ما هي كده. هتبدأي تقطعيها شرايح كده. تقطيعها يا جماعة دي بيقولوا عليها تقطيع عصافيري. الجماعة اللي بتوع الاسكندرانية هم اللي عارفين الكلام ده. هتبدأي تقطعيها شرايح زي ما انت حابة. لو انت مش حابة تقطعي التقطيعة دي ممكن تتخنيها عادي، بس انا بحب ان انا اعملها كده عشان تستوي خالص بسرعة كده من غير اي حاجة خالص. بعد ما قطعتها زي ما انت شايفة كده هنبدأ نحط التتبيلة بتاعتنا ونعمل التتبيلة بتاعتنا. هشيل ودنك بقى يا ست الكل، معايا راس توم كده محترمة حوالي 10 فصوص من التوم. وهنبدأ نفرمهم كويس قوي. وهننزل بعصير ليمونتين كبار. وبعد كده معايا معلقة كبيرة من الخل. ومعايا معلقة صغيرة من 7 بهارات. لو ما عندكيش 7 بهارات هننزل طبعا بمعلقة صغيرة برضو من الملح. الملح ده يا جماعة مبدئي بس في الأول كده، لكن في الآخر كده قبل ما نيجي نطفي عليها هندوقها، لو عايزة ملح نحط لها. ومعايا قلت لكم معلقة صغيرة من ال7 بهارات، اللي هي عبارة عن كزبرة وفلفل أسمر وكمون وحاجات من دي بقى، وكباب الصيني وجوز الطيب. لو ما عندكيش يبقى تحطي نص معلقه من الفلفل، او معلقه من الفلفل لو انت بتحبي التتبيله حاره شويه، ومعلقه من الكمون ورشه من الكزبره. وهتبداي تقلبي الكلام ده كله. هناخد نص التتبيله اللي احنا عملناها ونسيب النص التاني. النص التاني اللي احنا اخراني ده هنحطه عند ما نطفي البوتاجاز على طول، علشان طبعا ريحه التوم تفضل فيها وريحه التتبيله فيها. اول ما نيجي هنطفي على طول نبدا نضيف النص اللي احنا سيبناه. اهو انا بوريهولكوا. بعد كده معايا حوالي ربع كوبايه من الزيت، على معلقتين كبار محترمين كده من السمنه البلدي. يفضل ان هي سمنه بلدي، انا مستخدمه سمنه بلدي. لو انت ما عندكيش بلدي ممكن تستخدمي اي حاجه خالص. في بعض الناس يا جماعه لو انت بتحبي الكبده تعمليها بدهنه كده، بيجي معاها برضو ممكن يديكي دهنه. ممكن تسيحي الدهنه تقطعيها قطع صغيره وتسيحيها مع شويه الزيت قبل ما تنزلي بالسمنه. وبعد كده تلمي الدهن بعد ما يسلي كده الدهون بتاعته، تلميه تشيليه وبعد كده تنزلي بمعلقتين السمنه. لو انت حباها تحطي فيها دهون، لكن انا مش حابه الصراحه احط فيها دهون. بعد التتبيله سبتها في التتبيله يا جماعه نص ساعه ومش اكتر من كده. اوعي تكتري ان انت تسيبيها في التتبيله اكتر من نص ساعه، لان لو سبتيها في التتبيله اكتر من نص ساعه ممكن تجلد منك. وبعد كده هتحمي الزيت قوي سمنه، ما تنزليش بالكبده الا يكون الزيت حمي قوي سخن قوي. تبداي تنزلي وتبداي تفرجيها كده علشان تاخد صدمه من النار العاليه على طول، علشان ما تنزلش الميه بتاعتها. احنا يفضل ان انت تعمليها في حاجه واسعه علشان تفرّدي الكبدة عن بعضها، علشان ما تنزّلش المَيّة بتاعتها، علشان تحتفظ بالعصارة بتاعتها وما تبقاش مقلحفة. مقلحفة يعني إيه؟ حد يقول لي مقلحفة يعني إيه؟ يعني مجلدة يا ست الكل، تمُط معاكِ زي الكاوتش كده. بعد كده تقلِّب تقليبتين كده. طبعًا في الوقت ده يا جماعة نار عالية جدًا، أنا مش مهدّية النار أبدًا، وما تغطّيهاش علشان ما تقعدش تعمل مَيّة معاكِ، خلّيها مكشوفة زي ما هي كده. أول ما تحسّي خلاص إن السمنة بدأ تتقلي كده أكنها بتتقلي خلاص، ما بتاخدش وقت خالص يا جماعة، ما بتاخدش حوالي يمكن 10 دقايق على البوتاجاز. شايفين أهو. كده بقى دخلت في السِوَى. الخطوة اللي جاية دي اختياري. هتحطّي قرنين من الفلفل كده سواء حامي أو بارد زي ما أنتِ حابة، أو ممكن تفرميهم على التوم في الأول، بس أنا ما حبيتش إن أنا أعمل كده. أنا حبيت أكبّر القطع علشان لو حد مش بيحب الشطة ولا أي حاجة ما ياكلهاش، يبقى شايفها بعينه عادي، زي ما أنتِ حابة. وبعد كده تقليبتين كده خلاص هي استوت وبقت مِيَّة مِيَّة كده. هانزل بنُص التتبيلة فاكرينها اللي إحنا سِبناها في بداية الفيديو. وبعد كده تقليبتين 2 وتغطّي على طول وتطفيها. أهم حاجة تغطّيها كده علشان تحتفظ بريحة التوم وريحة التتبيلة بتاعتها. يا رب إن أنا أكون وفّاكم كل حاجة، وكل سنة وحضراتكم طيبين، ويعود عليكِ الأيام كلّها بخير. وطبعًا هاستنى منِّك كومنت لمّا تعمليها وترجعي تقولي لي رأيِك فيها. أنا واثقة إنها تعجبِك بنسبة 100%. واسيبِك في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.